فقد وعدنا ونفذنا. تحولت مدينة طيرة إلى مركز ثقافي كبير. قمنا بعشرات بل مئات النشاطات الثقافية، وعلى رأسها المشروع الأكبر رمضان ماركت، الذي حول المدينة إلى مركز اهتمام وتقليد لكل القرى والمدن العربية. كان هناك هدف لتحويل كل ساحات المدينة إلى حيز عام يستقبل الأبناء، الأطفال، الشباب، الأمهات. وفي كل سنة نرى المشهد الجبار بتجمع أكثر من آلاف الأطفال في ساحاتنا. قلنا سنجعل كل ساحات الطيرة عمار، رفعنا شعار عمار يا بلد، وعدنا ونفذنا.